قارن أنت بين هذا التاريخ المشرق النير وأبو طالب الحق لما راح صنعاء وحررها من ورف جومة. هؤلاء الناس الذين كانوا هناك إنما حررها طالب الحق لأنهم أهل لا إله إلا الله دون النظر إلى مذهبهم. تعال انت هنا في السعودية، واحد من الإباضية دعي صدمته سيارة، دعم ومات، راح الولد يطلب ديته فأعطوه نصف الدية، راح استأنف. هكذا بلغني. فألغوا، قال فاكتشفوا بعد ذلك أن ذا الرجل المصدوم إباضي، فقال لا دية لك. عن ايش؟ قال إباضي، والإباضي لا دية له. إن في ذلك، واللي يحدثني بهذا عشان هالكلام مصور، وبيجيك واحد يعني من أذناب المتمسلفة ويقول وكذب المقبالي. لا، أنا إسنادي عالي، عندما أتكلم ما أتكلم لأنني إباضي، الكذب عندي كبيرة فلا أقول إلا صدقا. هذا اللي يخبرني عن ذي ابن صاحب القضية، الابن نفسه مباشرة هو الذي تحدث بذي القضية، ما عنا ولا أنأنا. نعم. قال لأن المصدوم إباضي لا دية له. احنا عندنا هذه المعاملة ذي، ونحن لا نطالب العبادة. ايش قولوا؟ تحفظوها انتم إباضية، كل تحفظوها، علموكم إياها مشايخكم، علموكم ولا كذا. ونحن لا قلوة ولا نطالب العبادة فوق شهادتيه معتقادا. فمن أتى بالجملتين قلنا، الجملتين ايش هم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. تكبير، ما يسمع، ما كذا، تكبير. فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. هذه المبادئ راجعوا. أسألكم بالله ربي ورب، إذا ما ظفرتم بالمجلد الثالث من كتاب بيان الشرع للإمام العلامة محمد إبراهيم الكندي راجعوه، انظروا هناك ما هي أحكام الإباضية في مخالفهم. بس أسوق لك شيء بس كذا، ذرة واحدة فقط من تلك الشذرات. قال الإباضية في الخوارج الذين شركوا المجسمة. الخوارج شركوا المخالفين وشركوا المجسمة الحشوية. قال أئمتنا ومن شرك المجسمة لتجسيمهم فهو فاسق عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ نعم، ما يصح تشريكهم، إخراجهم من الملة لا يجوز. أفسقهم قل فاسقين قل ضالين. أما أن تشركهم فمن شرك المجسمة فهو فاسق عندنا. ولذلك أئمتنا فسقوا الخوارج لما شركوا المشبهة. لكن هل نفسق المشبهة؟ فساق 100% في 100%، هذا ما فيها جدال. المشبهة فساق لكن غير مشركين. نحن نفرق بين الفسق وبين الشرك.